لأ، الفيديو ده مهم جدًا، 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 جدًا وعايزك تركّز معايا. أخونا بيسأل بيقول أنا عامل القناة من 2024 من 22/11/2024 وأول فيديو أنزّله عليها النهارده اللي هو يعتبر من امبارح. طبعًا كان فيديو short. قُل لي كده متبقي شهرين على تحقيق الربح، رُد عليَّ وفي الشهرين دول لو ما حققتش الشروط أكيد الشروط اللي حققتها هتروح. يا ريت ترد يا محمد يا علاء وتفهّمني. طيب أخونا سؤاله ببساطة شديدة معناه إن هو بادئ القناة بتاعته 22/11/2024 فطبعًا طبعًا على حسب علمه وعلى حسب معلوماته إن القناة في 22/11/2025 خلاص مش هيبقى ليها تحقيق ربح والشروط هتبقى مع السلامة والقناة دي مش هتخش من ضمن شركاء اليوتيوب أو مش هينفع تخش مراجعة لأن القناة دي عدّى عليها سنة وما حققتش الشروط. طيب أحب أبشّرك وأقول لك ما فيش حاجة اسمها كده تمامًا، تمام، هاقول لك ليه ببساطة شديدة. لو إحنا جينا دلوقتي دي قناة أنا كنت عاملها امبارح، قناة جديدة تمامًا يعني بس أنا عايز بس أقول لك على حاجة بسيطة خالص. ركّز معايا كده بيقول لك هنا إيه، إنك تجيب 4000 ساعة مشاهدة في آخر 365 يوم. افهم كلمة آخر، يعني إيه آخر 365 يوم؟ أنت عامل القناة في 2024 في شهر 11 تمام؟ جه شهر 11 في 2025 هو بقى اليوتيوب بيعمل إيه؟ بيطيّر أول شهر ويبتدي من الشهر التاني عشان يبقى آخر 365 يوم. مش ما وضحتش يا محمد، ركّز معايا، الموضوع ده عايز تركيز. بيقول لك في آخر 365 يوم من اليوم اللي أنت واقف عنده. يعني أنت مثلًا جه عليك يا عمي 2026 كان لنا عُمر وأنت القناة عاملها في 2024 بالنسبة له في 2026 هيعِد من آخر 365 يوم، يعني هيعِد من بداية 2025. طب جات 2027 هيعِد من 2026. طب محمد، طب قدّر مثلًا هو بقى بيعِد إزاي؟ يعني مثلًا الشروط اللي أنا حققتها في السنة دي كلّها بتروح؟ لأ ما بتروحش، أنا هافهمك بقى اللي بيتم. هو مثلًا لو أنت حققت أو أنت بادئ قناتك من 2024 شهر 11 وجه عليك 2025 شهر 11 بيبتدي الشروط من شهر 10 والشروط اللي أنت حققتها في شهر 11 بتطيّرها. آآ ركّز معايا، أنت دلوقتي أنا عايز بس الناس تفتّح دماغها لإن هي واضحة. أنت بادئ قناتك في 11 2024 جه علينا 11 2025 بيبتدي العد من 2024 شهر 10. طب وشهر 11 اللي أنا ابتديت فيه الشروط اللي فيه بتطير. طيب بعد كده قدّمنا شهر، بيقدّم شهر من أول، يعني أنت مثلًا جه عليك 11 2025 وصلنا ل12 2025 بيبتدي يعِد من شهر 1. أنت فاهم؟ يعني هو بيطيّر شهر من اللي أنت بدأته. أنت فاهم اللقطة ما فيها عشان يبقى آخر 365 يوم. تمام؟ نفس القصة في المشاهدات بتاعة الفيديوهات القصيرة. زي ما أنت ما عارف إن أنت عشان تحقق الربح لازم تكون عندك 1000 مشترك و10.000.000 مشاهدة في الفيديوهات القصيرة. طيب بيقول لك في آخر 90 يوم، يعني مش من أول ما أنت عملت القناة، عشان في ناس عندها لبْس في الحوار ده، لأ، يعني في آخر 3 شهور تكون جايب 10.000.000 مشاهدة. طب قدّر يا محمد يا علاء عدّى على ال3 شهور شهر، بيطيّر الشهر الأولاني. فهمت؟ يا رب تكون فاهمني، يا رب تكون فاهمني. ركّز معايا، هو بُص من الآخر كده أنا هاجيبها لك سكة ودغري لو أنت حسّيت إن المعلومات مش ثابتة. هو كل اللي هو بيعمله إن هو بيشوف من الأول، أول شهر لو أنت مثلًا خلّصت المدة أو خلّصت السنة وأنت ما حققتش الشروط بيطيّر أول شهر وتكمّل من الشهر اللي بعده. فهمت الفكرة؟ عشان يبقى آخر 365 يوم. فيا رب تكون شرح نفسيّة، فأنا عايز بس أوصّل لك وأقول لك ما تقلقش. لأ ما فيش أي حاجة ومش هيتوقف لك ربح ولا أي حاجة ولا ترفض من الشروط. ما تقلقش، هو بس الفكرة إن هو يحسب لك من آخر 365 يوم. يعني أنت مثلًا في حالتك إن أنت بتقول إن أنت بادئ القناة 22/11 لمّا ييجي إن شاء الله بأمر الله 22/11/2025 وأنت لسه ما حققتش الشروط كل اللي عليه هيعمل لك هيعِد لك من شهر 12. يعني هيبقى كإنّك بادئ القناة بالنسبة له في 22/12. فهمت الفكرة؟ لإن أنتم يا جماعة بتقروا الشروط بس ما بتقروش الكلمة دي، آخر 365 يوم أو آخر 90 يوم. وبانوّه، 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 لو أنت فيديوهات قصيرة يا جماعة في آخر 90 يوم يعني آخر 3 شهور، عشان في ناس بتفكّر إن شرط تحقيق ال10.000.000 لازم تقعد فيه من أول ما عملت القناة لحد آخر السنة. لأ، آخر 90 يوم. يعني أنت لو بادئ فيديوهات قصيرة في شهر 6 تمام، في شهر 9 تكون مسلّمه 10.000.000. فهمت الفكرة؟ طيب طب شهر 9 جه وأنا ما جبتش ال10.000.000 مشاهدة، بسيطة، بيبتدي يعِد لك شهر، يعني شهر 6 ده بالنسبة له مش محسوب، فيبتدي من شهر 7 وهكذا.
يا رب تكون واضحه لكم، ونصيحه اخويه بقولها لكم من وجه الله، اللي عايز فعلا يتربح من اليوتيوب مبالغ كويسه يبعد عن الفيديوهات القصيره ويهتم بالفيديوهات الكبيره، لان انت ممكن فيديو كبير يضرب معاك، ممكن يبقى تاني فيديو، ممكن يبقى 10 فيديو، ممكن الفيديو رقم 100، ده رزق بتاع ربنا. بس انت الفكره بس هات مواضيع عليها طلب. ممكن فيديو يضرب فيهم 100,000 تبقى انت جبت 1000 مشترك وجبت 100,000 ساعه، يعني انت طبعا جبت 20,000 ساعه، من 100,000 دي كتير على 100,000، فاهمني؟ فبس هي دي الفكره. السلام عليكم، باي باي.